السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، إن شاء الله يا ربي الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال يا رب العالمين. اليوم كما تشوفوا نحضروا مع بعضنا قراطان في الكوشة باللوبيا الخضراء. واش نقول لكم بلنا ما كانش كيفها. نتمنى إن شاء الله تجربوه وتحضروه، ما تحضروه إن شاء الله لوليداتكم ولعائلتكم، وإن شاء الله بربي راهم يشكروكم. ذوقه واش نقول لكم بلنا ما تتخيلوش، مهما نوصف ما نقدرش نوصف لكم حتى تجربوه. قبل ما نبداو المقادير ما نساوش نصليو على محمد صلى الله عليه وسلم. هنايا في المقادير واش عندي لوبيا خضراء، هاي كيما تشوفوا راني غسلتها نظفتها جيدا وقطعتها قطع كيما نعدت لكم. هنايا واش نضيف عليها ماء حوالي لتر ماء. هنايا اللوبيا عندي حوالي 600 حتى 700 غرام لوبيا، وانتي استعملي المقدار حسب العائله تاعك. نضيف لها هنا قليل من الملح هكا، ونروحوا نحطوها على النار. هنايا كي نحطوها على النار ما نخليوهاش تذوب، طيب نوعا ما طيب، يعني ماشي دايبه وماشي تكون حاكمه روحها. هنايا في مقلاة واش ندير، نحطو قليل من الزيت على النار هكا، ونضيفوا له هنايا حبه بصل تكون كبيره مقطعه قطع صغيره، ما تكونش مربيه، تكون مقطعه قطع هاكي تشوفي فيها مقطعه قطع صغيره. هنا بصله كبيره او كي يكونوا صغار نستعملوا 2، يعني بصلتين يكونوا متوسط الحجم. عندي هنايا الصدر الصغير، ماشي صدر، نصف صدر عفوا، نصف صدر صغير رحيته في لاشواغ ها كيما تشوفي. واللي ما عندهاش لاشواغ تقدري تقطعيه قطع صغيره فقط، مربعات فقط. نخلطوها مع البصل، نخلطوه هكا، نحاولوا نستعملوا هذه بالملعقه الخشبيه احسن هكا، نحاولوا ندخلوها في البصل جيدا هكا. ها شوفي كيفاه. اللي التحقوا بي الان نقول لهم مرحبا بكم، قناتكم راني والله تساعدوني وتفرحوني كي تحطوا لي لايك وتشتركوا معنا في القناه حتى نكونوا يعني عائله واحده، عائله اطباق وحلويات اقتصاديه. هنايا ضفت طماطم، عندي هنايا 2 حبات طماطم قطعتها قطع وضفتها للحم وللبصل هكا، نخلطوهم على النار. ونزيد هنايا 2 حتى 3 فصوص ثوم. هنايا كي يكونوا صغار حطي 2 عفوا كي يكونوا صغار حطي 3، وكي يكونوا كبار حطي حتى 2. هنايا عندي التوابل اللي ضفت، عندي فلفل اسود، عندي توابل الدجاج، وعندي كروي راس الحانوت عفوا. هنايا هاي اللوبيا مباشره صفيتها وضعتها مباشره على هذيك الدجاج والطماطم والبصل، وهذيك التوابل اللي وضعناها نحاولوا هنا ندخلوهم في بعضهم هكا حتى يعني هذيك اللوبيا تاخذ الطعم القوت تاع الدجاج والبصل هذاك، يعني تتشرب. هنايا كي نشوفوها تقلات جيدا مع هذيك المجموعه اللي وضعناها، نضيف لها قليل من الماء هكا حتى نغطيو هذيك المقادير كلها مع بعضها. متنساوش حبيبتي اللايك والاشتراك حتى يعني تنتشر، حتى والبارطاج حتى يعني تنتشر هذه القناه، ويعني نكون يعني نحضر لكم غير الجديد ان شاء الله، والاطباق السهله وفي المتناول الجميع. هكا خلطناه جيدا، ضفت هنايا شويه معدنوس وشويه دبشه. هنايا عندي بطاطا، انا ما حبيتش نعت لكم حتى البطاطا كيفاه نقليها حتى ما يكونش الفيديو طويل. قطعتها القطع كما تشوفوا وحطيتها في المول اللي راح نطيب فيه، وضفت له هنايا فرماج اللي استعملت جبن البيتزا، وانتي استعملي اي جبن. هنايا كتشوفي فيا ما كترتش الجبن، يعني وضعت القليل فقط، وانتي اختياري هذا، يعني عندك كتري ما عندكش ما تكتريش حبيبتي. هنايا هاني نحيت هذاك اللوبيا والمقادير كلها هذيك اللي كنا حضرناها مع بعضنا. هاي شوفي فيها سخونه، ريحتها والله صدقوني تشهي بدون فرماج بدون جبن، راهي تشهي تاكليها حتى هك. يعني صدقيني راكي تحضريها وليداتك ياكلوها وعينيهم غمضين. انا وليداتي ديما يقولوا لي يا ماما زيدي عاودي لنا هذاك الطبق اللي عملتيه لنا باللوبيا.
هاني ننشرها فوق البطاطا. هاني سويتها جيدا كما شفتي. هنايا في صحن اخر نجيب صحن نديرو فيه هذاك البيض. عندي بيضتين وكي يكونوا صغار حطي حتى 3 بيضات هكا. حطيت البيضه الاولى والبيضه الثانيه. مرحبا بكم يا احبابي، مرحبا بكم. واش نقول لكم، قناتكم. عندي هنايا ياغورت طبيعي، واللي ما عندهاش الياغورت طبيعي تقدري تعوضيها بكأس حليب. هنايا هكا نحطو كامل نخلطو، نضيف له قليل من الملح وقليل من الفلفل الاسود، قليل فقط هكا. معليش عندي كلمة فقط، ما تنسيش فقط حبيبتي الضغط على اللايك والاشتراك ونشري هذا الفيديو حتى تعم الفائدة للجميع بحول الله. هنايا زدت رجعت انايا هذيك الكراتان اللي درناها مع بعضناها، هي اللوبيا البطاطا عفوا مقليه، وزدنا حطينا فوق هذيك ريحتها. واش نقول لكم، نضع فوقها هذيك الخليط اللي حضرناه من البيض والياغورت الطبيعي والفلفل الاسود والملح. ننشروه هكا فوق هذيك الخليط هكا. كي تشوفي حبيبتي ما كفاتكش هذا الواحد الخليط هذا من البيض، ضيفي قليل للبيض والياغورت قليل فقط من الحليب وخلطي جيدا ووضعيها فوق هذا الطبق هكا. ننشر جيدا. طبق الشهي سبحان الله، يعني نتمنى يعني تجربوه والله، يعني بمقادير جد بسيطة واقتصادي. لذة لذة لذة. تقدري حبيبتي حتى يعني تحضريه في شهر رمضان الكريم بحول الله. عندي هنايا فرماج، قلت لكم فرماج، انا الفرماج اللي مستعملته هي فرماج بيتزا، وانتي استعملي اي جبن عندك هكا رابيتو. وهاني قاعده نحط فيه فوق هذاك الطبق. حاجه سهله حبيبتي، يعني بمقادير بسيطة، وتبعي فقط الوصفة بربي إن شاء الله راكي تنجحي فيها وتجي لذيذة وتدعيني دعاوي الخير. عندي هنايا قطعة من الجبن، وجبنة هي تشيزي فقط، هي من الأحسن حبيبتي، يعني النصيحة فقط. حطي الجبن هذا اللي عندك مثلث أو أي نوع كان كيما اللي متوفر عندي، ومن بعد نحطه فوقه هذاك المربي أحسن. هنا نروح نحطوها في الفرن. هنا كلش طايب عندنا، يعني شويه فقط حوالي حتى 10 دقائق ربع ساعه وطفيت عليها. هاني نقطعها قدامكم. صدقوني انا وليداتي راهم يقولون يا ماما الزربي، يا ماما راني جوعنا. بنا واش نقول لكم، صدقوني جربوها ما تندموش. دعاوي الخير ان شاء الله يا ربي. مقادير بسيطه، رانا جد اقتصاديين في هذه قناة أطباق وحلويات اقتصادية. شوفي كيفاه هي سخونة وريحتها، يعني شوفي كيفاه. إن شاء الله شهيتكم في الجنة يا ربي. هنايا شوفي كيفاه مشربة. إن شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. إلى فيديو آخر بحول الله. سلام.